السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا، اتفضل. الحمد لله. انا كان فرحي قريب وكنت عايز استفسر عن باكجات الارسال. ما فيش مشاكل، الف مبروك، ربنا يتمم لك على خير يا الله رب. يبارك فيك. مش اتفضل معانا. ماشي، اتفضل بتاع. احنا عندنا هنا كل خدمات الصالون والمساج اليدوي، تمام. وعندنا هنا الاسبا كامل، تمام. بخار، ساونا، جاكوزي، حمام مغربي، تكييس، حمام عطور. كويس. وباقات العرسان عباره عن في 3 باقات موجودين عندنا، في باقه ذهبيه وفي باقه فضيه وفي باقه برونزيه، وكل باقه من دول بيبقى ليها الخدمات بتاعتها. وعندنا اقسام تانية مثلا زي الشبكه الفرنسيه لو حضرتك تسمع عنها. في عندنا طبعا الجاكوزي، وفي عندنا كمان هنا قسم الأكاديمية للتدريب المهني. كده اختار الباقة الذهبية. ثانية واحدة وارجع لك. تمام ماشي. الشبكة الفرنسية دي، ياه، وانا ينفع اكون كده يوم فرحي؟ ياه لو ينفع. تمام يا عريس، تمام. كده خلاص احنا اخترنا الباقة الذهبية. ان شاء الله. بس في عندي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ شعري خفيف شوية. شعرك خفيف شوية. ولا أي مشكلة يا عريس، أنت ناسي إن أنا قلت لك إن احنا عندنا قسم شبكية فرنسية؟ ايه الشبكة الفرنسية دي؟ دي يا فندم الشبكية الفرنسية. الشبكة الفرنسية دي مش باروكة؟ لا يا فندم، طبعا دي مش باروكة، في فرق كبير جدا ما بين الشبكية الفرنسية وما بين الباروكة. تمام. الشبكية الفرنسية بتبقى واقعيتها أعلى من الباروكة، واقعية 100%. تمام. وكمان بيبقى وزنها على الشعر أخف من وزن الباروكة، وكمان بتبقى الشعرية بتاعتها طبيعية 100%، بخلاف برضو شعر الباروكة. تمام. طب دي هتنفعني يوم فرحي؟ طبعا يا فندم، ده هتنفعك في الفرح وغير الفرح وفي أي مناسبة وفي أي مكان، وإحنا بنبقى متابعين معاك طول الوقت. وزي ما حضرتك شايف الواقعية بتاعتها يا فندم. تمام. وكمان نقدر نعمل لك فيها التسريحة المناسبة مع حضرتك. تمام. وكمان نقدر نعملها لك يوم فرحك، وتبقى من كده لكده. ايه ده، هو ما ينفعش تكون معايا على طول، مش يوم الفرح بس؟ لا، انا كنت فاكر حضرتك عايزها يوم الفرح بس اكيد تقدر تبقى معاك على طول وتبقى معاك دايما. تمام. لان بيبقى في عرسان يا فندم بتستخدمها ليوم واحد فقط، وهو اليوم ده بيبقى يوم فرحهم. تمام. يعني ينفع استخدمها على طول؟ طبعا يا فندم، واحنا بنتابع معاك خطوه بخطوه تكون معايا طول الوقت؟ طول الوقت. يا انت كنت فين من بدري؟ كنت زمان عملت في نفسي كده وفضلت لابس الكاب لغايه دلوقتي. يعني انا عاملها على طول، ولو كده ده ناس كتير هتفرح لي قوي. يعني كانت تعبانه نفسيا جدا، وكان اهلي كانوا برضو كانوا زعلانين عليا. كنت متضايق قوي، متدمر بصراحه. يلا بينا يا عريس. يلا بينا. عايزك تسيب لنفسك خالص عشان يلا. الكلام النهارده على اختلاف. بص بقى يا عريس، هدخل حد النهارده يروق عليك. مستر ابراهيم، اتفضل. معاك يا مستر. عايزين نروق بقى على العريس تروقه حلوه، ونعمل له لوك جامد جدا. عايز يبقى في اختلاف ما بين الشكل القديم والشكل الجديد اللي هيتعمل دلوقتي حالا. ان شاء الله يا مستر. وطبعا ما ننساش ده. كده محتاجين شبكات. اكيد طبعا، شبكيه فرنسيه، ونوري له مجموعه من الصور ونختار منها اللوك اللي يناسب مع شكله. تمام يا مستر. جاهز؟ جاهز يا مستر. عايز اختلاف 100%. ان شاء الله. يلا بينا. ان شاء الله. بالله عليك، انا عايزك تعمل لي حاجه كويسه، لان ده يوم فرحي وعايز اكون يعني احسن شكل. ما تقلقش، سيبها عليا، ان شاء الله اعمل لك حاجه كويسه. ان شاء الله. دلوقتي هناخد صوره واوريك الاصوات اللي هي على الوش، وساعتها نحدد اللي احنا عايزينه. دلوقتي حضرتك ممكن تقدر تحدد. انا ممكن اختار دي. اختار دي. دي كويسه حضرتك، بتاعتها دلوقتي نقدر نظبط ونشوف اللوك الاخير ان شاء الله. يلا بينا ان شاء الله.
دلوقتي يا فندم احنا برضو هنشوف القطع اللي عندنا، اختار منها حاجة برضو اللي احنا نعمل تيست عليها ونركبها لك ان شاء الله. في قطع برضو كتير، في اللي هي ناعمة خالص، في اللي هي بتديها الويفي شوية، في اللي موجود كيرلي. جميل أوي ده. ساعتها برضو نعمل تيست بيها ونشوف الشكل عليها على حسب شعرك. طيب. ممكن دي تبقى حلوة؟ كويسة جدا ممكن. إيه يا عم الشغل العالي ده؟ عليك لسه برضو كمان، عندي لسه برضو باختلاف أكتر. الله ينور عليك. ايه رأيك بقى كده؟ لا يا عم الله ينور، والله أنا مش مصدق نفسي. في اختلاف جدا جدا، تسلم إيدك. إيه، أنا نفسيتي اتغيرت والله 180 درجة. 180 درجة، 360 درجة. الله ينور عليك والله. طبعا الشعرات دي طبيعية 100%، تتوضى بيها، تتحمى بيها، تنزل بجد. بيها بسين، تلعب بيها رياضة، تعمل بقى اللي انت نفسك فيه، تصبخها عادي، كل حاجة سيبك كمان. كل حاجة. تشتغل عليها مكوى استشواراتك براحتك، عيش حياتك. والله يعني تسلم ايدك والله، تسلم ايدك جدا يا مستر ابراهيم. إيه. والله. شعري خفيف شويه. تسلم ايدك يا مستر ابراهيم، تسلم ايدك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شرفت بيك جدا يا مستر، شرفت بيك. شكرا جدا، شكرا جدا. السلام عليكم. ايه ده ايه يا ده ايه مستر، ده ايه ده ازيك، عامل ايه ايه؟ الاختلاف الجامد ده؟ الله يخليك. انا مش عارف والله اقول لك ايه، وبشكرك جدا جدا على اللوك الجديد ده والتغيير ده. حصل غير بجد؟ نفسيتي 180 درجه. بجد بجد انا فرحان جدا ان انا مستقبل اليوم كده النهارده. الف مبروك. شكرا جدا وربنا ليك. يتم لك على خير شكراً يا رب. جداً. وبجد تسلم ايدك يا مستر ابراهيم.